انا نفسي البنات تفتح لنفسها وما تصاحبش اي حد ما تعرفوش. عليكوا اخوات صاحبوهم. صاحبوا اخواتكم يا جماعة، اما تصاحبوا على حد يكون العلاقات سطحية. اسرارك مع اختك، اسرارك مع اخوك من دمك، لكن الغريب اوعوا امنوا الغريب. واي واحدة وحيدة اسرارك مع نفسك احسن ما تديها لغيرك يبتزك بيها. انا والله العظيم تعرضت للاشكال دي بس ما عملتش حاجة، لا فتحت صدري ولا فتحت كام ولا انا من كتر سمعاني للمشاكل وكل دوت فخدت فكرة وخدت كل حاجة. انا ما بدي نصيحة لحد بديها للبنات الصغيرة. صاحبوا عيالكم يا جماعة، صاحبوا عيالكم. واخوك او اختك دي اللي هتحب لك الخير. وحتى لو اختك بتكرهك وما بتحبلكيش الخير وبتغير منك، خلي سرك مع نفسك، ربنا يهديها ليك ويسخرها ليكي. لكن انت تدي سرك للغريب يتلاعب بيكي وتحطي نفسك تحت رحمتها ويخليكي ضحية. واحدة شمال زي دي ولا واحد شمال زي ده دخلك في سكة الشذوذ والحاجات دي ويضيعك. ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه انت تدخلي نفسك في كده؟ انت اكبر من كده بكتير، انت غالية. هما لو ما كانوش بيغيروا منك ما كانوش وصلولك ولا ضيعولك الحاجة اللي هما ضيع منهم. اي واحدة شمال بتغير، الناس دي بتغير ان بتشوف واحدة اشرف منها تتبسط اما تبقى اوسخ منها. ما تدوش فرصة لحد يمسك عليكوا زلة وتبقوا تحت سيطرته وفي الاخر تلومي نفسك. اللي يجي عليكي في سكة وينتهك عرضك او كده اديه بالجزمة. جسمك ده ربنا مديه امانة، ما تسمحيش لحد ياخد عليكي. دافع عن جسمك حتى لو هتموتي. واحد يكلمك ويقولك وريني صدرك، اديه اللي في رجلك على دماغ اللي جابت امه. يلعن ابو الاشكال القذرة دي. ما تسمحيش لحد تقولي بيحبني ومش بيحبني. تمام؟ مفيش حد بيحب واحدة وهيروح يطلب منها يشوف جسمها عشان تعرف. تمام؟ انا اموت احسن مني انا اعرض جسمي او ان حد ياخد حاجة مني غصب عني. حتى الاطفال يا جماعة عودوهم اي حاجة تحصل يتصرفوا بذكاء ويعرضوش نفسهم للخطر وييجوا يحكوا لكم. ما تخوفهمش منكم، ما تخلوهمش يروحوا للغريب يبتزوهم وحسسوهم بالامان. فبلاش تدخلوا نفسكم تحت رحمة حد. فياريت ما تندرجوش، ما تأمنوش لحد.